أصدقائي، قبل ما يبدأ الفيديو أنا أريد أقول شغلة واحدة. أنا اشتغلت 4 سنوات بالحدادة، كل شغلي قص ويعني كل شغل بيه خطورة. عمري وحياتي ما شق صبعي بيها. اشتغلت بالكيك، انشق صبعي بالكيك يعني واحد يشتغل بالكيك شلون؟ انا اريد افتهم. لا وبالسكين يعني مو شغله مو بيها نهائيا. يعني هي وقعت، انا صرت مرجله، مديت ايدي على مدلزمها. صباي دم. شوف هاي النتيجه. وليش انا شوفت لكم اياها وشرحت لكم اياها القصه؟ يعني اصبعه راح يطلع، وللاسف انه هو اصبع اللي بالنص، فاكو ناس تاخذها بغير معنى. فانا على مود ناس ما تفتهمها بغير معنى، انا قلت لكم شنو سالفه اصبعي. اصبع انضرب بالشغل. هاي شغله. الشغله الثانيه، صار حدث مهم بهذا الاسبوع واللي هو عركه بنين وزينب. وهواي ناس كتبت لي بلال ليش ما تنزلت فيديو، بلال ليش ما تحكي عليهم، بلال ليش ما تحكي عليهم. تخيل عزيزي انا اذا جبت بنين وجبت زينب وحكيت عليهن، انه انا جيت وحكيت على هذين الاثنين، ايش راح احكي عليهم؟ راح ابلش تنمر من اول ثانيه لاخر ثانيه، راح اتنمر الا ابزع. يعني فيديو راح يكون 10 15 دقيقه بس تنمر. يعني وحده مثل زينب بنت الديوانيه ريحتها زوري، تشمها من الموبايل، من عبر الكاميرا تشم ريحتها. ولا بنين الموسوي، بنين استاند مال موبايل، يعني هم اسمن معوده مال ماسحه بنين. لا وتعني مستفزه. يعني اني كذا راح ابداها تنمر وانهيها تنمر. وصراحه انا حسناتي يعني ما يوصلنا راس الشارع، يعني اطشرن على بنين وزينب. هذا يعني اشوف هاي الشغله مو حلوه. الشغله الثالثه اللي هي انا شفت هذا الفيديو، اللي الفيديو هو الرئيسي اللي انا جاي احكي عليه، انه سمعت اسعار خياليه بالاعلانات بالعراق، واحنا ما عندنا هيك اسعار. فخلينا نشوف في هذا الفيديو وبعدين نرجع نعلق عليه. الشركات العقاريه أنا ما أخذ منهم فلوس صدقا، أنا أخذ شقة. يعني مثلا أنا أسوي عقد سنوي، أوكي، ما أطلب من عنده رقم خيالي كذا وقدره، أوكي، وهو حينصدم ويتفاجأ وعيونه تطلع لي قدام. فأني شو أسوي؟ أخذ منه شقة ونوقع عقد سنوي. مثلا إذا أروح المعرض ما أروح أخذ من عنده فلوس، أخذ سيارة. أو مثلا أسوي دعاية المجوهرات، ما اخذ منه فلوس وكيل، فاخذ لي فد عقد. اصدقائي خليني اسولف لكم سالفه. اكثر فتره شفت بيها اعلانات كاعلانات، يعني شلون نقول اعلانات قويه، تفهمون شلون يعني اعلانات قويه؟ يعني اعلانات كانت على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا، واللي يسووها هم قمه مشاهير العراق. اللي سووها بوقتها ولايه بطيخ. يعني ولايه بطيخ اجتهم فتره ذهبيه، يعني كلها اعلانات وكلها مجمعات تجاريه وغيرها. بس تعرفون شغله، مره طلع عوس وكان يحكي يقول يعني احنا تعبنا انه احنا نشتغل الاعلان، والاعلان هو ينزل ببرنامج. شوف برنامج كان من اشهر البرامج، يعني بس على اليوتيوب يجيب 1.5 مليون مشاهده. يعني هاي اسهل شيء بس على اليوتيوب، من عدا الفيسبوك، من عدا باقي البرامج، من عدا الحسابات مال الممثلين نفسيتهم، من عدا واللي اهم اللي هي القناه التلفزيونيه اللي هو نص العراق راح يشوفها. يعني ولايه بطيخ كان بديك الفتره الحقبه الذهبيه مالته. تعرفون بيش كان الاعلان مال المجمعات السكنيه، اللي هو خاصه كانت المجمعات السكنيه، واللي كان يحكي بيها هو اعتقد لو اوسلو اخوه. فايش قد قال انه ويا المونتاج ويا التكاليف كامله $10,000. تعرفون شنو $10,000؟ $10,000 دفتر، اللي هي حاليا 15 مليون دينار عراقي. مع العلم انه اقل شقه من الشقق الفاخره سعرها $200,000، يعني 20 دفتر، يعني حوالي 300 مليون دينار عراقي. ركزوا يا عزيزي، 300 مليون دينار عراقي. فهل من المعقول يعني واحد عنده مجمع سكني راح يجيب شهد الشمري، حلو عزيزي، يجيب شهد الشمري ينطيها 300 مليون على مود تسوي له اعلان بهاي خلال هاي السنه راح تسوي له 6-7 اعلانات؟ يعني دحقوا حدث العاقل بما يعقل. يعني مستحيل. دحقوا احنا اقل بلد بالشرق الاوسط كليته سعر للاعلان. يعني عندنا الاعلان شنو؟ عندنا بعض البلوجرات ولا حتى 150,000 يسوي لك. يعني عندنا البعض يروح يقلب لك ايش دقيقتين على البلوج. يعني تخيل عزيزي انت صاحب المجمع، عاد مو شاهد الشمر، تقول له والله اخذ شقه لو ابو المعرض. اذا احنا نعبر شغله الشقه وشغله هاي اللي هي ما تدخل بالعقل، بس انا جواكم ابو المعرض المتعارف عليه بالعراق هو نبذه، هي لبه التقفيص. يعني هو هذا الكائن مر عليه كل دروب الكوكب،
تفهمني يا عزيزي؟ يعني كلها طاقة، سامع يقول لك كلها طاقة جوا رجليه. ابو المعرض كلها طاقة جوا رجليه، ماكو شيء ما يعرفه. هل تتخيل ان ابو المعرض راح يجيب بلوجر او مشهورة، احنا نقول شاعرة، ما ذكر هي اصلا اخر مرة شو وقت نزل الشعر، احنا نقول بلوجر حلو او فاشينيستا، انه يجيبها حتى تسوي له اعلان. ركز يا عزيزي، تسوي له اعلان فينطي سيارة 30 او 40 الف دولار او 50 الف دولار، 50 دفتر، 75 مليون دينار عراقي، حتى يسوي اعلان. اريل اوكي، يعني راح يسوي اعلان بفيديو على مود يجي يبيع سياره يربح بيها فد 1000 2000 دولار. يعني حدث العاقل بما يعقل. انا قلت لكم لو ابو الذهب، يعني ابو الذهب يدفع الماس، يعني فدوى القلبج. احنا بالعراق ابو الذهب نفسيته من تجي الموظفه تريد توظف عندي يشترط عليها لازم، تفهمني عزيزي، لازم ذات وسط معين وشكل معين ولبس معين حتى يستخدمها بالاعلانات. ما شفنا واحد من اهل الذهب جاب مشهورة حتى تعرض له الذهب. فشهد يا عزيزتي المحاولة باءت بالفشل، وانت تعرفين انا شنو اقصد بالمحاولة باءت بالفشل. محاولتي باءت بالفشل. فيعني اي مبالغ تدخل لاي مشهور بهاي الكمية، احنا يعني يرجى من السلطات انه تتبع على مصدرها. يعني مستحيل هاي فلوس اعلانات. خاف من شي حبيبي، ما خاف من شي. انا عندي شغله ام الكلب ما صح له حجي، ادفل على الكلب وامشي، هو يجي لي الكلب يمي. سمعتوا لو لا؟ لا حد يسوي روحه انه هو شريف براسي. مع العلم انه اني ما احبك، لكن انت صادقة بكلامك. هو كلب فراح يجيك، يعني هو كلب فراح يجيك، فممكن نعرف الكلب شو يريد من عندك من راح يجيك. يعني انت ما استطعت تشمه، هو راح يجيك، فهو شنو يريد؟ يعني احنا اريد توضيح بسيط، احنا اريد توضيح حتى نفتهم. لا عجي ايش قلت لك؟ اي صافينيتك وياي ماشي، احنا نريد توضيح، مجرد توضيح. عمود مو كل انت دورتي لك حجه وطلعتي ترند ويوميا طلعتي واني وجريتي لي هاي بتنعوص كأنه صوت بنين الموسوي، ما غثى صوتك. يعني على شنو قاعد تطلعين يوميا هاي على مود تنشهرين؟ يلا يابا انشهرتي صارت ترند بالعراق، يلا كافي تمام مليانه ماشي مليانه. واذا الكلب ما اصلحت يم الكلب ما اقول لحجك ليب عزيزتي، الكلب هو راح يجيك، يعني انت مصلحتك يمه فهو هم مصلحته يمك ماشي عزيزتي. خلينا نشوف فيديو غيره. ازعلون ايش نسوي؟ أزا طفت على المنطقة، اطفر اخويا عامر. اصدقائي بعض ترى الجهل مرات هم يذبك بتهلكه. يعني مثلا يعني هي بنيه حلو وطالعه بالليل وفصلت الكهرباء على منطقه، هي بالقانون جريمه، يعني اذا تجيها قانونيا هي اللي سوتها جريمه، وقاعد تصور نفسها ومنزله نفسها على السوشيال ميديا. فهاي من ينتشر المقطع مالتها والسلطات مثلا دقوا بروسهم يجيبونها، تفهمني؟ او تعرفوهم هيك مرات الطخ يجيبونها وراحوا وجابوها. ايش راح يطلعون هلا يقولونها؟ اخذوا عراضنا واخذوا شرفنا. يابا انت ما تشوف شرفك قطع الكهرباء على المنطقه كلها، شرفك قاعد يسوي جريمه حسب القانون العراقي ماشي عزيزي. فالزموا بناتكم. يعني انا شلون اقول لك اياها وانت شنو اللي يطخ ببالك ان انت تروح تفصلين الكهرباء؟ يعني انا بمراهقتي ما سويتها ماشي. يعني انت ايش طخ ببالك يسوي ماخذه اوت الماسحه وماخذه وياك وحده تصور رحت فصلت الكهرباء مال المنطقه، افصل جوزه. يعني والله ذكرتني هاي سالفة الجوزة بشغلة، يعني من أنا وجهك كنت أسويها بس لا أفضح نفسي. شنو السالفة؟ خلينا نشوف فيديو غير هذا الفيديو. حبايبي نسألكم الدعاء. الحرائق بلوس أنجلوس كلش مدى يسيطرون عليها للنهاية، أبدا ما يسيطرون عليها لأنه دا تنتشر بصورة مو طبيعية. It's really bad. وأنا ممنونة من عندكم، ممنونة. I really appreciate you guys checking on me all day. وبصراحة التليفون مدى يسكت، يعني ما شاء الله من كل أنحاء العالم، أهلي وأخوتي وناسي وأصدقائي. هاي جانا خبر، يعني جانا alert بالتليفون لازم نتهيأ للطلعة. وهاي الأشياء اللي حضرتها، الجوازات، شوية فلوس، شاحنة،
قرآن، شهادات التخرج مال أولادي، وشيشة ريحة. أنا ما أقدر يعني even if it's fire I have to smell good. I'm so sorry. بس أخذت بس وحدة. شلون تعرفون انه هاي المرأة غير صادقة؟ بشغلة بسيطة يعني من الشربايع يعني حلو. يعني الحريق صار بالمناطق مال الأغنياء، يعني شايف هذا يقول لك أزوع فلوس، يملك فلوس، يمشي يوقع وراك. يعني أقل بيت من الاحترقان سعره 4 أو 5 مليون دولار، وما أشك إنه واحد عنده 4 أو 5 مليون دولار راح يشتري نفس هاي الشرباية بحالة واحدة، يعني إلا إذا ذوق جديتي، غير هذا مستحيل. يعني ماكو واحد عنده فلوس وعنده هيك ذوق، مستحيل. فيعني اوكي انت ساكنه بلوس انجلوس، بس يعني مستحيل انه انت ساكنه بهاي الاحياء. انا انطيك اياها يعني. شفت القرآن؟ يعني ليش حاطه القرآن بهذا المكان انا ما اعرف. يعني ترى انا طالعه وماخذ القرآن وياي، وجوازاتي جوازاتي تخمس بوجوهنا، مو جوازات. درى انا عندي جواز امريكي، كافي شنو السالفه. هسه انا جواز عراقي ما مطلعه، يعني بس مال القهر وهاي السوالف لو شنو مو تقهريني الا خرج كذابه هاي ماشي كذاب. وانتم خليكم وياي تقتنعون واحد عنده كل هاي الفلوس يشتري شربايه نفس هاي الشربايه؟ يعني فدوى لقلبك، يعني ما اريد احكي. زين عندك كل هاي الفلوس، شهايد ولدك حاطتنا بهذا ابو 5 سنت هذا الليلونه يعني. أصدقائي لهنا أنا ينتهي الفيديو. وقبل ما ينتهي الفيديو أريد أقول شغلة. طبعا ما راح أحكي اليوم على مصطفى جرثومة نهائيا، تعبان ومالي خلقه صراحة، حيل مالي خلقه. أصدقائي صار تقريبا 5 أيام أنا ما منزل فيديو. هذا إذا نزل باكر، إنه أنا 5 أيام صار ما منزل، احتمال ينزل عقب باكر هذا الفيديو، يعني 6 أيام ما منزل. السبب يعني أنا يوم أتمرض، يوم كل شيء ما بيه، يوم أتأخر بالشغل، يوم أودي والدتي للمستشفى، يعني يومي صايرت سالفة. فيعني اعذروني ها شوي ماشي. أو خلي لايك، اشتراك، أي شيء يعني. حتى إذا ما مشترك هم الغي ورد اشترك ورد الغي، ماكو أي مشكلة، بس حرك نفسك شوي يعني الأفضل واقف هيك. باي.